السلام عليكم. النهاردة هنحكي قصة صعبة جدا، وهي إن جثة متفحمة بالكامل من كتر ما كانت مشوهة. ما كانش حد قادر يحدد هي لذكر ولا لأنثى. القضية دي كانت سنة 1988. لحد النهاردة تعتبر واحدة من أهم ملفات المعمل الجنائي والطب الشرعي، وكشف تفاصيلها والظروف اللي كانت فيها كانت صعبة جدا. جثة إمبابة القصة الكاملة عام 1988 في مدينة العمال في منطقة إمبابة الساعة 7 الصبح، وفي مجموعة كبيرة من الأهالي عند سور واحد من المدارس اللي هناك رايحين الصبح عشان يوصلوا ولادهم المدرسة. لكن وهم هناك بيلاحظوا إن في ريحة غريبة جدا وصعبة جدا، والريحة دي طالعة من صندوق زبالة موجود جنب سور المدرسة. الريحة أشبه باللحم المشوي، لكن ريحتها غريبة وصعبة جدا. اللي يلفت انتباه الأهالي إن الدخان طالع من صندوق الزبالة اللي واضح جدا إن المطر هو اللي طفى النار، لأن من الفجر اليوم ده كان فيه أمطار كتيرة جدا نزلت ساعتها، وغالبا الأمطار دي هي اللي طفت النار دي. ومجموعة من أولياء الأمور والأهالي بيجيلهم فضول إنهم يعرفوا هو إيه اللي بيتحرق جوه الصندوق الزبالة، بس لما بيقربوا بيشوفوا منظر مرعب وبشع جدا. بيلاقوا جثة متفحمة مش باين منها أي حاجة، لدرجة إن الأهالي ما قدرتش تحدد هو ده راجل ولا ست. وكل اللي جه في دماغهم ساعتها إن دي جثة لطالب أو لطالبة حتى حاول يعتدي عليها أو عليه، وبعدها رماه في صندوق الزبالة وولع فيه. وطبعا الإشاعة دي كبرت وانتشرت، وبدأ كل الأهالي بيترعب من انتشار الإشاعة دي، لدرجة إن مفيش ولا واحد ساب ولاده في المدرسة، ورجعوا أخدوهم وروحوا بيهم. بس في الوقت ده كان رجال الأمن وصلوا بسبب إن في عدد كبير من الأهالي بلغوهم باللي شافوه. بيوصل رجال الأمن ومعاهم فريق من المعمل الجنائي، وبيعملوا كوردون أمني حوالين صندوق الزبالة علشان يعينوا مسرح للجريمة كويس. وبسبب الأمطار اللي نزلت وتجمع الأهالي قبل ما رجال الأمن يوصلوا، كان ممكن يبقى في عدد كبير من الأدلة تساعد رجال الأمن عشان يكتشفوا الجثة دي بتاعت مين والقضية دي عبارة عن إيه. بس للأسف مفيش أي أثر لأي دليل. وبنلاحظ رجال المعمل الجنائي إن في آثار دم، لكن بسبب المطر مش واضحة قوي، ولا قادرين يحددوا المسافة الفعلية أو خط السير لآثار الدم دي اللي موجودة في الشارع. وبيلاحظ كمان خبراء المعمل الجنائي إن الحريقة دي متعمدة، وده بسبب وجود آثار بنزين وزيت، وده مش من طبيعي يكون موجودين في صندوق زبالة. فواضح كده إن حد استخدمهم علشان يعمل الحريقة دي. وبعد ما بيخرج رجال الأمن الجثة المتفحمة من صندوق الزبالة، بيلاقوا إن إيديها فيها دبلة وخاتم فضة. ده غير إن هم لقوا عدد كبير من أصلات الشعر المحروقة والملزقة في الجمجمة. من التكوين الجسماني بشكل عام قدر يحدد رجال المعمل الجنائي إن الجثة دي تخص واحدة ست، ولحد اللحظة دي هي دي المعلومات المتوفرة، ولا حد يعرف الجثة دي بتاعت مين ولا إيه اللي جابها هنا ولا إيه اللي حصل فيها بالظبط. وبيتم نقل الجثة للطب الشرعي عشان تبدأ تظهر المفاجآت. أولها إن الجثة دي مش لا طالبة، دي جثة سيدة عندها 30 سنة. بس المفاجأة التانية كانت أبشع بكتير، إن الجثة دي اتحرقت وهي لسه عايشة، وده بسبب وجود آثار للدخان موجودة في الجهاز التنفسي. ده غير تحليل السموم اللي بيحدد نسبة الكربوكسيل واللي زادت عن نسبة 50%، فده معناه إن الشخص توفى بسبب الحريق. الكلام ده معناه إن السيدة دي محدش قتلها وبعد كده رماها في صندوق الزبالة. الكلام ده معناه إن صندوق الزبالة نفسه هو مسرح الجريمة اللي الست دي اللي اترمى فيها وبعدين اتولع فيها. ده غير إنه واضح على الجثة إنها تعرضت لعدد كبير من الجروح قبل الوفاة، واضح إنها عملية تعذيب وبعد كده اترمت في صندوق الزبالة وتولع فيها. وبعد تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي بيبدأ رجال الأمن يكثفوا التواجد الأمني في المنطقة اللي لقيوا فيها الجثة علشان يقدروا يجمعوا أكبر قدر من المعلومات. والطبيعي إنه يتم في الأول فحص كل دلالات التغيب والاختفاء
وللحقيقة مفيش أي بلاغ في نفس المواصفات اللي عند السيدة دي، لدرجة إن رجال الأمن كبروا دايرة البحث الجنائي وبدأوا يشوفوا المناطق الريفية اللي موجودة حوالين المنطقة دي، وللأسف مفيش أي معلومة جديدة توصل لرجال الأمن. وتاني يوم بيبدأ رجال الأمن ينتشروا في المكان اللي لقيوا فيه الجثة، تحديدا رجال الشرطة السرية والمخبرين السريين في محاولة منهم علشان يقدروا يجيبوا أي معلومة من الأهالي، بس للأسف مفيش ولا واحد من الأهالي عنده معلومة زيادة عن اللي قالوها في التحقيقات. وبعد يومين بتوصل معلومة مهمة جدا لواحد من المخبرين السريين، والمعلومة بتقول إن المخبر السري إن هو ماشي في السوق سمع واحدة ست بتكلم واحدة ست صاحبتها، بتقول لها إنها سمعت صوت صريخ واستغاثة لواحدة ست قبل الصوت، وده قرب المساكن. والصوت اللي لسه سمعته كان بتقول إنهم مانعين يموتوها، ده غير إنها سمعت صوت عدد من الشباب بيزعقوا لها وبيشتموها. والمعلومة ممكن تبان عادية أو دردشة طبيعية بين اتنين واقفين، لكن رجال الأمن ما كانش عندهم أي خيط ممكن يساعدهم في الجريمة اللي حصلت، وعشان كده اعتبروا المعلومة اللي قالها المخبر السري ده هي خيط اللي ممكن يساعدهم في حل القضية دي. والحقيقة هو كان الخيط الوحيد اللي قدام رجال الأمن، لأن لحد اللحظة دي مفيش أي معلومة جديدة حتى عن البنت. بسبب المعلومة دي بدأ رجال الأمن يرسموا سيناريو أقرب للحقيقة، وأول حاجة إن الست دي تعرضت لمحاولة اعتداء من اللي كانوا عايزين يعتدوا عليها أكتر من شهر، وده بسبب الكلمة اللي قالتها وهي بتحكي القصة، إن الصوت كان بيقولوا هيموتوني، ده معناه إن هما الأكتر من شخص. وأهم نقطة في المعلومة دي إن الصوت ده طالع من منطقة المساكن واللي بتبعد 300 متر بس عن سور المدرسة اللي لقوا فيها الجثة. ومن هنا بيكثف رجال الأمن التحريات جوه منطقة البابا وبس، وحاول رجال الأمن يستجوب عدد كبير من السكان، لكن ما كانش فيه حد فيهم عايز يتكلم. كان باين عليهم إن هم ما يذكروا أي معلومة بخصوص الصوت الاستغاثة اللي الستات كانوا بيحكوا عنه. وبسبب إنكار عدد كبير من الأهالي إن هم يسمعوا الصوت ده، خلى رجال الأمن تشك أكتر إن في سر في الموضوع، تحديدا إن في أكتر من مخبر سري وصل لنفس المعلومة إن في عدد من السكان سمع صوت الاستغاثة قبل الفجر، والصوت ده لواحدة ست وكانت بتقول يلحقوني وهيموتوني. والحل الوحيد اللي قدام رجال الأمن هنا إن السكان اللي خايفين يتكلموا بسبب تهديد معين أو بسبب إن هم خايفين يشوكوا نفسهم بأي حاجة، وعشان كده بيبدأ رجال الأمن فحص كل المسجلين الخطر والمشتبه فيهم اللي ساكنين في نفس المنطقة، لحد ما عرف رجال الأمن معلومة مهمة جدا عن شلة من البلطجية مشهور عنهم إن هم بيهددوا الناس وبيخوفوهم، وهم طول الوقت وأي حد من السكان كان بيحاول يحتك بيهم كانوا بيأذوه بطريقة صعبة جدا. ده غير إن معارف وقرايب الشلة دي كلهم عبارة عن بلطجية. وهنا بقى في احتمال كبير إن شلة البلطجية دي ليها علاقة بالموضوع. والأغرب كمان إن هو مر أكتر من 3 أيام على اكتشاف الجثة، وطول ال3 أيام دول مفيش أي بلاغ من تغير بنفس المواصفات. ده بيأكد إن الست دي غالبا مش من سكان إمبابة، تحديدا إن مفيش أي معلومة وصلت على اختفاء سيدة في سن ال30 من منطقة إمبابة بشكل عام. وبكده المعلومات اللي عند رجال الأمن اللي شبه مؤكدة إن الست دي مش ساكنة بمنطقة إمبابة أصلا، إن البلطجية دول هم أقرب ناس يقولوا ارتكبوا الجريمة دي. وفي آخر اليوم التالت بيكون رجال الأمن جمعوا كل المعلومات عن 3 شباب البلطجية، وهو واحد فكهاني وواحد سباك وواحد سواق، والتلاتة متعودين يتجمعوا عند صاحبهم الفكهاني في المحل بتاعه بالليل، بيقعدوا يشربوا مخدرات وخمور، والتلاتة عندهم سوابق إجرام ليهم. وبسبب عدم وجود أي شاهد عيان أو حد يقول بشكل مباشر إن هو بيتهم التلاتة دول، كان لازم رجال الأمن تتعامل مع الموضوع بمنتهى الذكاء. والخطة كانت إن رجال الأمن استدعوا ال3 شباب البلطجية دول وأوهموهم إن في عدد كبير من الشهود اعترفوا عليهم، وقالوا إن هم شافوا هم ال3 وهم بيقتلوا الست دي، وال3 اعترفوا إن هم اللي عملوا كده. وبدأوا يحكوا إيه اللي حصل بالظبط. اللي حصل إن ال3 بلطجية سهرانين بالليل عند صاحبهم الفكهاني في المحل بتاعه، وزي كل يوم بيشربوا المخدرات والخمور بتاعتهم. مرة واحدة بيلاقي واحدة ست ماشية في الشارع الساعة 1:30 بالليل، الست دي واضح إنها مش من المنطقة خالص، وكده كده مكانش فارق معاهم هي من المنطقة ولا لأ، بس إن هم قرروا إنهم يعتدوا عليه.
وفجأة قربوا منها وطلعوا عليها المطاوي اللي كانت معاهم وبدأوا يعوروها في وشها وفي إيديها. الست قعدت تصرخ وتستغيث بالناس لدرجة إن التلات بلطجية بيقولوا إن في عدد كبير من السكان فتحوا الشبابيك وشافوهم وهما بيعملوا كده، بس من خوفهم رجعوا وقفلوا الشبابيك تاني، والست لسه عمالة تصرخ وبتحاول تجري منه، بس التلاتة محوطين لدرجة إن واحد منهم فتح لها بطنها بالمطوة لحد صدرها عشان بس هي رابطة إن هما يعتدوا عليها. ولما لقوها انهارت وغرقت في دمها فقرروا إنهم مش هينفعوا يعتدوا عليها خلاص، لأنهم قفلوا من شكل الدم، فجروها لمسافة 300 متر عن الأرض وهي عمالة تنزف في دمها، ورموها في صندوق الزبالة. وبعد كده جابوا مجموعة من القماش وحطوا عليها زيت عربيات وبنزين، والست دي لسه عايشة جوه الصندوق، ورموا عليها عود كبريت وولعوا في الصندوق وفي الست، وكملوا يومهم عادي وسهرتهم بشكل طبيعي وهم سامعين الست عمالة بتصرخ من النار اللي بتولع فيها. ورجعوا وقفوا تاني عند المحل، ولا همهم الست اللي قتلوها ولا همهم الناس اللي شافوهم ولا همهم أي حاجة. كانوا متأكدين إن مفيش ولا حد من السكان هيعترف عليهم، وفضل صندوق الزبالة مولع زي ما هو لحد ما المطر نزل عليه الساعة 4 الفجر وطفى النار، لكن الدخان فضل موجود. بسبب المطر في أدلة كتيرة جدا اتمسحت من مسرح الحدود، وده اللي خلى رجال الأمن ياخدوا 3 أيام عشان يقبضوا عليهم. واللي يضايق أكتر إن لحد اللحظة دي محدش يعرف الست دي مين ولا كانت ماشية في المنطقة بالليل ليه. والحقيقة اللي عمرها ما اتغيرت على مر الزمن إن المخدرات بتحول الإنسان بكائن ما عندوش عقل من الأساس ولا إنسانية. البلطجية ال3 وهم بيعملوا كده مكانوش حاسين بأي حاجة ولا كانوا حاسين إن هم بيعملوا حاجة، برغم إن القضية دي سنة 1988، لكن هي درس حقيقي في البحث الجنائي والطب الشرعي. وإزاي برغم قلة الإمكانيات وإن مفيش كاميرات مراقبة ولا أجهزة تتبع، فإنه خلال في 3 أيام بس بيتم القبض على 3 بلطجية بسرعة جدا. جثة إمبابة واحدة من أهم ملفات المعمل الجنائي والطب الشرعي، وفي هنا نكون خلصنا قصة جثة إمبابة واحدة من أهم ملفات المعمل الجنائي والطب الشرعي. والسلام عليكم في قصة جديدة.